كل شيء يولد مع الصباح، الفرح، الشفاء، البهجة، حتى الحياة. لمجرد دخول الصباح تشعر بأنك أفضل. صباح النور والسعادة، صباح الورد. يا صباح الخير إذا كان صباحا، ومساء الخير إذا كان مساء. مرحبا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة يا رب. طبعا الروتين إذا شفتوه الصبح صبحت عليكم، وإذا شفتوه المساء هم مسيت عليكم. شلونكم بنات؟ شخباركم؟ اليوم الروتين راح يعجبكم كلش. طبعا تأخرت عليكم تقريبا بالأربع أيام ما نزلت، ويعني حبيت أوضح لكم موضوع إنه أنا بعدني بالنجف بالكوفة، يعني ما رحت لأهلي الناصرية لأن قلت لكم الروتين اللي قبله راح أروح، بس تأخرنا. وإن شاء الله هذا الروتين راح يعجبكم. وأني من أروح للناصرية أكيد راح أصور لكم الروتين، أصور لكم من نروح وبالطريق وكل شيء. بنات هاي هنا عندي عندي صور اشتريتها من مسجد السهلة، صور يعني تصير كرتون على شكل كرتون. فعندي خشب مال صور قديمة، يعني باقيات بالغرفة الفوق المخزن. فأخذتهن واستغليتهن، جبت سيليكون ولزقت عليهن ذن الصور الخشبيات. هذا شايفات الصور الخشبية اللي تتعلق، هي هاي عندي موجودات بس الإطار، يعني بس الخشب ومكانهن مكان المسمار اللي يتعلقن منه، بس ما بيهن صور. كانت بيهن صور ومشققة الصور اللي بيهن وقديمة، فاستغليتهن. أخذت ذن الصور لزقتهن بسيليكون وعلقتهن بالاستقبال، كلش منظرهن صار حلو. هو باب فاطمة الزهراء والإمام علي. هاي قدامكم بدينا الروتين الصبح. أول ما قعدنا تريقنا، وطبعا للملابس أكيد أول ما نبدي بالملابس فنغسلهن ونكملهن ونشيلهن فوق السطح. باليوم مرات وجبة، مرات كل يومين، مرات يعني حسب الملابس. دائما أكو مرات تكثر أكو تقل. فقدامكم غسلت الملابس وشريتها فوق على مود الشمس، وبس ينشفن ويبسن أنا أنزلهن العصر. يعني أنا غسلي دائما غسل الملابس يكون الغسل الصبح، أغسلهن وأشرهن تقريبا بالعشرة ب11، يبقى طول اليوم الشمس يعني وياهن طول اليوم. وبعد ما خلصنا طبعا هاي الغرفة المخزن اللي فوق بها الفرشة مالت المطبخ، بعدني ما فارشته، بعده كاشي يعني بدون فراش. وهنا هاي الكرتونة يعني مخلية في المخزن، هاي الكرتونة بيها كتب أبو فضل. وعندي هاي الكرتونة هم مخلية بيها غراض مواعين، هاي نايلون أو ما نايلون، وحافظات كلها موجودة، طبعا غراض جديدة. وهذا هم كاونتر، هذا على شكل كاونتر بس صغير، كانت مالت أبو فضل، يعني مالت شغلة وجابه للبيت. فخليت بيه ذن الغراض المواعين اللي ما استعملهن يعني للضرورة. طبعا محضرة غراض هاي اللي مالت المزيتة ومواعين كلش هواي. وضمتين قلت إن شاء الله إذا الله يرزقنا أجيب كاونتر، لأن الكاونتر اللي عندي لونه أخضر شفتوه انتم، يعني حجمه صغير يعني ما يكفيني. فالمواعين اللي جاي أشتريها كلش هواي، كل ما أشتري يعني ما عندي مكان أخليه، فوين أخليهن؟ خليتهن بالمخزن الفوق هاي قدامكم هذين الخانتين. ومخلية يعني توقعوا حتى ما عندي مكان للكاونتر المطبخ، خليت حتى بالكنتور. عندي الكنتور اكو خانات فوق، طبعا ما الوحين وما استعملهن، خليت المواعين فوق بيهن. وهاي قدامكم اخذت لكم تصوير سريع. هنا هاي الغرفة الفوق، طبعا الباب مالت البيتونة ينفتح على الغرفة. وهنا هاي على يوم أشارككم غسل الدرج. طبعا الدرج بين فترة وفترة أغسله لأن دائما يصير تراب بيه، يعني تراب مو طبيعي. فهاي قدامكم هذا الدرج شكله، وراح يكون إلى هذاك تشوفونه الباب مالت السطح، الباب اللي مفتوح وينفتح على باب الغرفة، بس نسده احنا ونفتح باب الغرفة. وهاي قدامكم هاي مراية مخليتها فوق على الدرج. هنا هذا الشباك هو اللي يعني يطل على المنور اللي مخلين بيه الغسالة اللي مفتوح من فوق. هو هنا مكان الغسالة جوا بالمنور قدامكم.
وهذا شكل الدرج اللي فوق. هذا هنا مستغلته تقريبا يعني مساحة اكو شلون المخزن هم على الدرج. ذن الكراتين مالت يعني الأجهزة مالت البلازما مالت الصوبات كلهن مخليتهن هنا. وعلى يوم أسوي لكم روتين على الدرج وترتيبه وتنظيفه وياكم وشلون أرتبه. وهاي هنا فتحة تصير هنا شلون المنور على على الدرج فوق يم الباب. يعني منور مساحة مخلية بي بعض الأغراض، مخلية بايسكلات فضولي، مخلية بي الدرج هذا أصعد عليه مثل بالبيت مثل أعلق صورة أو شي، مخلية بيه أشياء، مخلية بيه هذه الشواية كلهن الأغراض اللي نستخدمهن والفحم مخليتهن بهذا المخزن اللي فوق. والصوبات طبعا نزلتهن كانن فوق بكراتينهن، نزلتهن ومسحتهن وجهزت حضرتهن وحدة بالغرفة ووحدة للاستقبال. هاي للاستقبال خليتها، هاي أجدد لأن هاي العام اشتريناها البيضة وخليتها بالاستقبال. طبعا هاي نوعيتين هن نفس النوعية قصدي، لون أسود ولون أبيض. وهاي قدامكم مشتريات راح أشارككم بيهن. طبعا المشتريات ذني بين فترة وفترة وجمعتهن. مثل القواري توصيلة كانت. هاي اللي اشتريت هذا البنطلون الفضولي، اشتريته سعره 12,000. طبعا كلش حلو، يصير بيه قصر من جوا فيرهم وياه الحذاء شلون البوت. فاشتريت هذا البوت لون بيجي لأن الفانيلة أو التيشيرت مالته شتائية هيك اللون نسقت وياه، وعنده قمصلة سودة. فيعني هي ملابسة نسقتهن سوا، وهذني ملابسه. والحذاء اشتريته الحذاء ب12، يمكن ب12 اي. وهذني الحفايات على شكل حفايات، هاي رجالية ونسائية. فقلت انا اخذ لي الي زوج وزوج لابو فضل، هن يصيرن شتائيات يعني بالبيت البسهن. وشامبو، هاي اكو شغلات مثل صبغ شعر، يعني عصارات، اشياء احتاجهن جبتهن وياي. هنا أنا ذني المواعين راح اراويكم اياهن. هاي هذني مالت ايس كريم، يصيرن 4 قطع مالت ايس كريم كلش حلو لونهن. شوف الالوان كلش حلو. يجن وياهن خواشيق، هاي الخواشيق شوفوهن شكل مالت الايس كريم كلش حلوات. وذني اشتريت صحون هم موجودات عندي، حبيت اراويكم اياهن. قبل فترة اشتريتهن الفضولي، هذا مقسمات يعني من اصب له بيهن يلا ياكل. طبعا الماعن اللي ويانا ما ياكل بيهن الا بذني يصير له واهس. واشتريت لهم قراصات مال الاطفال يشرب بيهن حليب، يشرب بيهن عصير، يشرب بيهن مي، يعني افضل اله الطفل لان ما ياكل ويانا ولا يشرب بالماعين يعني. بس هذني مالت الاطفال يسوون له. هنا هذن الفناجين شكلهن لونهن وردي، هن اللون وردي يعني شلون البصلي، مو وردي طوخ لا بصلي، كلش حلوات الألوانهن. فناجين هنا موجودات عندي واشتريت بلونهن قواري. طبعا راح تشوفون القواري كلش حلوات نوعيتهن. هذن القواري بايركسات ويصير على النار، وعلى يوم راح أجربهن وياكم وراح تشوفون أخدر بيهن شاي على النار. كلش حلوات. اشتريتهن الواحد سعره على 5000. وإذا تحبون تشترون أكو توصيل، طبعا سعره 5000 اكو توصيل حتى محافظات. هذا اللون الاسود الاسود العفو. طبعا جاي يطلع صورتي بالقوري خليت ايدي. طبعا اكو هاي القواري لون اسود عندي مفرش وعندي مواعين وياه، يعني منسقته طقم كامل الاسود. والوردي هم كذلك الوردي. لان انا من اشتري سيت هم قبل فتره اشتريت وياكم تذكرون انه نشرت لكم القور الذهبي وماعينه واستكاينه وخواشيقه والشكردان مالته كلها سوا. هسه هذا هم قوري وردي. هم اخذ لي فتره هذا القور الوردي ويا الفناجين. كلش حلو لونهن. وطبعا عندي مفرش وردي وعندهم ماعين وردي. وهم راح اشتري مواعين وردي مال ريوقات، يصير شكل فواكه فراولة، يصير على شكل قلوب كلش حلوات. هم اشارككم بس اشتريهن ان شاء الله اشارككم وانشرهن لكم يعني تشوفونهن اصورهن. فهاي قدامكم بعد ما خلصت هاي المشتريات
وإن شاء الله عجبتكم. وطبعا بنات إذا تردون البنية اللي اشتريت من عندها القواري، أكو توصيل حتى محافظات، توصيل محافظات ما أدري إيش قد، وتوصيل نجف كوفة 2000، أعتقد 2000. هو 2000 الكوفة، بس النجف ما أعرف 2000 أو 3 ما أعرف بعد. المهم إذا تحبون توصلون من عندها، أنا راح أنزل الرابط مالتها بالأسفل التعليق وبالوصف، صندوق الوصف راح تدخلون عليها. وعندها البيج طبعا الماعين كلش حلوة عندها، كلش راح تعجبكم الماعين. فهسه هنا هذا كمل غسلت جلفة العفو جلفة الطباخ، أجلفه بكل طبخة أنا أجلفه. صار له طبعا سنتين عندي ومحافظة عليه. ليش؟ لأن كل طبخة أني أجلفه، فشوفونه يعني نظيف. وهاي قدامكم راح أبلش أغسل الماعين وياكم. ولهنا بنات نتمنى عجبكم الروتين، وإن شاء الله ينال إعجابكم. وطبعا لا تنسوني باللايك، أهم شي بنات اللايك. واللي يشتركن بالقناة جديد أحب أرحب بيهن وأهلا وسهلا بيهن. ولهنا بنات حبيت أوضح فد موضوع مهم. أكو بنية قالت لي بالتعليقات، طبعا أكو موضوع قالت ليش تتعبين نفسك وهذا كله تعب إلك، ويعني شلون ليش تجازفين مثل السافرين لغير محافظة ومظاهرات إذا ما دام زوجك ما مقصر. طبعا زوجي ما مقصر، انعم الله عليه والحمد لله والشكر، ما مقصر نهائيا. ايش قد ما تكون شنو استطاعتنا وايش قد ما يقدر يوفره ما يقصر. فأنا مو قصة انه زوجي يقصر او ما يقصر، لا، هذا استحقاقي. يعني انا تخرجت من 2014، من 2014 قاعدة وساكتة منتظرة شو وقت يعني تعين انتظر. احنا اذا نقعد وننتظر الحكومة تتأخر، هاي الوضعية تتأخر صراحة. ويعني ليش وقت ابقى انتظر من 2014 وهاي السنة 2022 راح ندخل ب23، يعني صار لي 9 سنوات وانتظر وانتظر، يعني ليش وقت. فهذه المظاهرات شنو يعني مهمتها المظاهرات انه احسن ما اتأخر بعد سنوات، يعني يوصل عمري، يعني حتى يجوز يوصل عمري للتقاعد وانا ما متعينة بعدني. فأحسن ما نبقى فهاي المظاهرات هي مهمتها شنو؟ احنا اسماءنا كمتظاهرين راح تبقى باستثناء، يعني يستثنونا بالتعيين. يعني من تنطلق تعيينات أو وجبات احنا راح مستثنينا بقوائم، فتكون أفضلية من اللي يقدمون إلكتروني، هيك يعني قصدي. يعني مو مثل اللي يتظاهر وتعبان وقاعد. صحيح كلها الخريجين لها حق بالتعيين، بس هاي الحكومة بعد شو تسوي؟ تتعب وتجازف يلا تحصل اللي تريده. ف يعني مو مثل هسه احنا نتظاهر وبرد وصيف وحر وشتاء وما ومطر، وحتى نتمرض، الله شاهد مرات نتمرض. فكل هذا يعني نساوى ويا الخريجين اللي قاعدين بالبيت، يعني لا مظاهرات ولا شيء. هذا ظلم يعني. ليش؟ لأن احنا كمتظاهرين طالعين على حقنا، احنا راح يستثنونا لأن احنا طالعين. اللي اجت وجبات هواي او اجت درجات اكثر ان شاء الله يشمل الجميع. وجائز انه يكون احنا تظاهراتنا سبب اللي تعين اكبر عدد ممكن، سبب اللي تفتح الحكومة تعيينات للخريجين حتى اللي قاعدين بالبيت، يعني يكون سبب. يعني شلون المحاضرين الله يوفقهم ويرزقهم ان شاء الله، ومبروك وهنيئا لهم. المحاضرين هم طلعوا، يعني خذوا لهم سنتين تعبوا وطلعوا مظاهرات وتعب، بس مو كلهم طلعوا، لا، طلعوا عدد يعني محدد من المحاضرين. وشفت الحكومة شلون عاملتهم وحاربتهم. وفوق كل هذا شمل التعيين الكل. فإحنا إن شاء الله نكون سبب بتعيين الكل، الجميع، نكون إحنا وسيلة اللي يتخرج، المتخرجين حتى السنوات هاي اللي جزت السنوات القليلة القريبة اللي تخرجوا ينشملون بالتعيين. إن شاء الله إحنا نكون سبب لهم. وإن شاء الله يا رب التوفيق للجميع، وإن وإلكم والكل، كل خريج وخريجة، لأن الكل يستحق. وهذا تعب. طبعا احنا مو بسهولة تخرجنا وقعدنا، تعب الأبو تعب الأم، تعرفون أكيد، وتعرفون شنو مجازفات وتعب الجامعات وأوضاع كلش صعبة، يعني هم واحد يفكر. فإن شاء الله إن شاء الله تشمل الفرحة للجميع يا رب. ولهنا بنات أتمنى عجبكم هذا الروتين،
ولا تنسوني باللايك والاشتراك. شكرا لكم ومع ألف ألف سلامة.